ولا تفتح ملفات الصفقات التي انفضح فسادها. في مواسم مرت هبت فيها الرياح وتساقطت الثلوج بكثرة وانقطعت الطرقات، بل انقطعت الأرواح عن صدورها، كما وقع في قرية أنفكو. لا شاحنات، لا مروحيات، لا آليات تفك الحصار، وكانت الكارثة بسبب الإهمال والاستهتار. وأين المحاسبة؟ سقطت المنازل في فاس والدار البيضاء ومراكش، ومات من مات، وفاحت رائحة الفساد مختلطة برائحة الإفلات من العقاب النتنة. كثيرات هن النساء اللواتي أدركهن المخاض عند جذع الشجرة أو على ظهر الدابة أو قرب السائق على الجرار، وغالبا ما يلفظ الجنين أنفاسه إن لم تسبقه أمه، ولا أحد يحاسب ويسأل لماذا لم تعبد الطريق أو توفر الإسعاف يا فلان. إنها المآسي الكثيرة تحرق القلوب ويزيدها حرقا الإفلات من العقاب. واليوم نحن أمام 32 قتيلا. خاب الأمل عندما لم يعلن حداد وطني، والأمل أن يرفع الحد في وجه من كان السبب. كان